السلام عليكم الاخوان. حنا دابا غاديين ان شاء الله غادي للمسجد ندير صلاة الجمعة. تقريبا باش نعيد هذا المسجد هذا تقريبا 3 كيلومتر ولا 4 كيلومتر. دابا حنا غاديين على رجلينا دابا ان شاء الله. نطلب من الله عز وجل يغفر لنا ويغفر لجميع المسلمين. الانسان بحال يوم الجمعة راه عيد المؤمنين. الانسان يحاول يخلي العمل ديالو ويخلي الخدمة ديالو ويمشي يصلي صلاة الجمعة. راه مهمة ان شاء الله عز وجل يغفر لنا. الانسان صلاة الجمعة ما يبخلش عليها مزيان، خاصو ضروري يمشي صلاة الجمعة يصلي مع الجماعة، يصنت شوية ديال خطبة الجمعة ويصنت. الانسان هاد الامور هذه الانسان خاصو يديرها هنا الدنيا ليس لا شيء. ان الانسان خاصو يحاول يشوف الاخير. الانسان جمع الانسان كيصلي هذاك الشيء، ربما في الانسان في هذيك السيمانه كيكون عندك كثره الذنوب وكثره بزاف ديال الامور الانسان كيكون ناسيها حتى كتجمع عليه من جمع الانسان. الله نطلب من الله عز وجل ان الانسان الا صلى صلاه الجمعه من الجمعه الله عز وجل يغفر ليه الذنوب ديالو. الانسان يبدا من جديد. ان ابن ادم ان ادم خطاء، فهمتي؟ الانسان خاطئ. ممكن يخطئ الانسان في الامور ديال الحياه الدنيا في هذه الاشياء ديال الدنيا صعيبه شويه. الانسان خاصو يحاول يترك العمل ديالو، يترك الامور ديالو ويمشي صلاه الجمعه الا بحاجه. الانسان مثلا كانت الام ديالك مثلا في صلاه الجمعه وعيطوا لك وقالوا لك الام ديالك راح توفات، هذيك يمكن لك تبطل صلاه الجمعه. تمشي عند الام ديالك محروق في القلب ديالك من داخل محروق، الله اللي كيعلم. هذيك يمكن لك تبطل صلاه الجمعه. او لا عندك شي مرض مزمن مثلا، شي مرض خطير ما تقدش، فهمتي؟ الله يشافيك ويشافينا جميع المسلمين. اولا قال لك الابن ديالك راه مثلا طاح في البحر، يمكن لك هذه تبطل هذه الامور هذه. او لا عندك شي الانسان عنده شي حاجه، مثلا عندك شي اجتماع مثلا مع الناس طارئ ضروري خاص هذيك مثلا تبطل فيها صلاه الجمعه. او لا شي واحد الانسان غادي يهرب لك الاموال ديالك وانت ضروري خاصك تشدي هذيك الساعه، قال لك انا ما جيتيش، راه حنا غادي ما بقيتي تشوف هذا، يمكن لك تبطل صلاه الجمعه. ولكن الامور الاخرى العاديه الانسان ما عنده حتى شي حاجه، ما عنده حتى شي عذر ولا شي حاجه، الانسان خاصو يمشي يصلي.